لكن أبدا ما مللنا ما مللنا. قد سهرنا قد تعبنا لكن أبدا ما مللنا ما مللنا. للأمام سائرون للمعالي صاعدون، ناجحون ناجحون إننا لناجحون. كنطلب أولياء، كنطلب من الآباء والحضور الكريم يوقف معنا لتأدية قسم تمريض ممرض إتوانيون. سبقوا على راسكم وليكم. واجدين؟ يلا على بركة الله، يلا على بركة الله. مرجو من الحضور الكريم، مرجو من الطلبة الكرام رفع اليد اليمنى لتأدية القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا في عملي رحيما بمرضاي مراعيا لمشاعرهم مدافعا عن حقوقهم أمينا على أسرارهم محترما لمعتقداتهم محافظا على خصوصيتهم كما أعاهد الله على أن لا أتعاطى أو أعطي ما يتعارض مع آداب مهنة التمريض وأخلاقها، وأن أحافظ على صحة وسلامة المرضى، وأن أكون متعاونا مع زملاء المهنة من أجل خدمة ومصلحة المرضى والإنسانية ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله على ما أقول شهيد. تبارك الله عليكم. إذا قلت جت اللحظة الحاسمة بعد ما شفنا أداء القسم أجواء روحانية وأجواء إنسانية رائعة ومشاعر نبيلة، اللي بطبيعة الحال هذا قسم مهني اللي ماشي سهل، راه قسم اللي خصكم بطبيعة الحال تخدموا عليه وتاخذوه بعين الاعتبار، لأن هذا عندكم واحد الالتزام واحد المسؤوليه مع سيدي ربي قبل من كل شيء، واكيد مع المريض ومع العائله ديالو ومع المجتمع بصفه عامه. اذا قلت بعض المداولات اللي قامت بهم اللجنه مشكوره
جرت العاده انه يكون واحد العدد ديال لي بروجي دو فان ديتود ولا بحوث نهايه التكوين اللي كتحصل على التميز. واليوم بطبيعه الحال هذه الشعبه ديال المساعد المعالج كما كتعرفوا مقسمه على جوج مجموعات. كاين الفوج اللي داز الامس يوم الاربعاء 9/7/2025، وكاين الفوج الداين اللي كان اليوم وكان لنا موعد باش تبعنا الاطوار ديال العروض والمناقشه ديال هذه البحوث فوق خشبه مسرح لاله عائشه. اذا كانت المداولات ماشي سهله لدرجه انه كاين واحد العدد البحوث اللي حصلوا على ميزه يعني اكسيلون طرافاي كما تبعتوا كاملين. ولهذا قررت اللجنه انه يكون هذه الشواهد مناصفه ما بين واحد العدد ديال لي جروب، واحد العدد المجموعات اللي حصلوا على الشواهد. غير واحد الملاحظه وفقط هو انه الشهاده غادي تعطى باسم المجموعه، يعني ماشي شهاده فرديه ولكن شهاده باسم المجموعه، على اساس انه من بعد ان شاء الله ابتداء من يوم غد غادي نوجد لكم شواهد الاسماء ديالكم. صافي هذه مساله تقنيه، ولكن المجموعه اللي غتسمع واحد الاسم من المجموعه كتعرف انه مجموعه كامله حاصله على شهاده تميز باذن الله تعالى. واضحه الفكره؟ اذا على بركه الله غادي نبداو بالاسم الاول، وهذه النادي تحت تصفيقاتكم سكينه الغراوي. النادي على الحاج سيسو يقدم لنا شهاده. تفضل سي الحاج. أنادي الاسم الثاني أميرة المغميش. الاسم الثالث ويتعلق الامر تحت تصفيقاتكم نوفل وخلوه. سيدنا نهاد البلادي تفضل. ندخل المجموعه ديالنا. فيليسيتاسيون مره اخرى.
المجموعة الرابعة، وأنادي على اسم صديق حايد. تفضل الأستاذة هند بتقديم الشهادة. كنتم متميزين، تستحقوا شهادة التميز، سيرتيفيكا ديكسيلونس. النادي على اسم أمل شهبون. رقم 7 النادي على اسم مروان سليماني. مروان سليماني يتكلف مدير المؤسسة بتسليم شهادة التمييز ويعطي الخير. في هذا اليوم الاحتفالي، ويتعلق الأمر بمجموعة اللي كيمثلها سلمى فرحان. شكرا جزيلا. وصلنا اللحظة لتتويج 4 المجموعات الأوائل. الهدف ديالنا دائما هو التشجيع والتشجيع ثم التشجيع. ما أحوجنا ثقافة التشجيع والموتيفاسيون. إذا النادي على أستاذة كريمة تفضل معنا المنصة من أجل تقديم درع التميز للمجموعة الأولى اللي كتمثلها المغراوي سكينة. المغراوي سكينة. أستاذة نهاد ثاني الدرع. أستاذة نهاد ثاني الدرع التميز. شكرا. إذا سكينة المغراوي نيابة عن المجموعة ديالها كتسلم درع التميز وكتسلموا لها أستاذة كريمة. الأستاذة كريمة سارع. الأستاذة كريمة حارسة عامة في مستشفى المدني ثانية الرمل بتطوان، هي مسؤولة على التكوين المستمر بطريقة مسؤولة على كل ما يتعلق بالتدريب الميدانية للمتدربين والمتدربات بهذا المستشفى.
إذا اقتربوا هنا بصورة تذكارية بالمناسبة. شرف كبير لنا هذه كلمة حاضرة معنا اليوم بكل فخر واعتزاز. المجموعة الثانية اللي حصلت على درع التميز وهي مجموعات اللي كيمثلها نوفل وخلوق. هنا تفضل المنصة. مليئة بالمشاعر العجيبة الطيبة. أمينة خميش هي مديرة المجموعة ديالها تزويد إذا قد كانت المجموعة اللي حاصلة اليوم على درع التميز في بحوث نهاية الدراسة والتكوين الفوج 2025 وكالنادي على صديق حياك. تفضل الأستاذة خديجة أباركة ممثلة إدارة معهد باراسون. إذا في هذه الأجواء الحماسية والإنسانية والمشاعر النبيلة الرائعة لا يسعني إلا أشكركم مجددا على صبركم ودعمكم وعلى هذا اليوم الطويل والأجواء الحارة بهذه المعلمة التاريخية مساء الله عائشة اللي بالمناسبة كنشكروا الصاهرين على هذا الصرح اللي كيوفر لنا هذه الأجواء باش تقدموا الأعمال ديالكم تقدموا الأشغال ديال نهاية البحوث في حلة جميلة. شكرا من القلب السيد مدير المعهد الأستاذ محسن، شكرا لجميع الأطر الإدارية، شكرا لجميع الأعوان. أيضا لا تفوتني الفرصة أن نشكر السادة أعضاء اللجنة الأساتذة الكرام على مجهودهم في فرص ومناقشة هذا البحوث. شكرا. أيضا شكر موصول للآباء والأمهات اللي الثقة حارة عليهم بالمجهود ديالهم والدعم ديالهم باش انتم اليوم وصلتوا لهذه المرتبة. أيضا بهذه المناسبة كنشكروا جميع الأطر الصحية والتمريضية من أطباء وممرضين وتقنيين الصحة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية على صعيد عمالة مضيق الفنيدق وعلى صعيد عمالة تطوان على مجهودهم الجبار، مجهودهم الرائع، مجهود متواصل صراحة في تكوين وتطوير هاد الطلبة باش يوصلوا أنهم يكونوا خريجين وخريجات ويكونوا ممرضين وممرضات وأطر صحية في المستقبل اللي كنتمنوا لهم كل التوفيق. إذا شكرا للأطر الصحية. حضر معنا اليوم أذكر الأستاذة كريمة عن المستشفى المدني لسنة رمضان تطوان، وحضر معنا أيضا الأستاذ علي حنبل الممرض الرئيس المسؤول عن العلاجات التمريضية بمستشفى محمد السادس
بالمضياف. أيضا لا تفوتني الفرصة كي أشكركم أنتن الطلبة والطالبات، تصفوا على راسكم بصفة حارة. إذا بهذا نكون قد اختتمنا هذه الفعاليات العلمية والثقافية لموسم 2025، ونترككم مع الفرح. سقوا الفرقة، سقوا براسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.